المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها مفوض الثقافة والرياضة يتفقد عمليات التنقيب عن الآثار في عباس. حاكم إقليم القاشبركة يعقد لقاء بالمواطنين. جهود لتحسين حياة الصم. أكثر من 33 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا والحصيلة قد تتضاعف. قارات جوية إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس في غزة. وبكين تقبل بالتباحث مع واشنطن بشأن المنطاد الصيني. أهلا بكم مشاهدينا. تفقد مفوض الثقافة والرياضة سفير زمادية تخليه أعمال التنقيب عن الآثار الجارية بالتنسيق بين الخبراء الإريتريين والإيطاليين في عدوليس. وذكر السفير زمادية في الزيارة التي جرت في 10 من فبراير أن الأعمال الجارية في الموقع تسهم إلى جانب أهميتها التاريخية في تقوية قدرات الشباب الإريتريين، مشيدا بالمهام المنفذة والآثار المكتشفة. وقدم خبراء الآثار توضيحا عن أعمال التنقيب الجارية خاصة في الموقعين رقم 2 و6 والآثار المكتشفة. وأوضح الخبراء الإريتريون المشاركون في العملية أن التدريب الذي حصلوا عليه من الخبراء الإيطاليين مسبقا في أسمرة مكنهم من ترميم الآثار المدمرة لمختلف الأسباب. وبدأ التنقيب عن الآثار في عدوليس عام 2011 عبر خبراء إريتريين وإيطاليين. عقد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي اجتماعا في 7 من فبراير الجاري حول تقوية حزمة برامج التصدي. أوضح السفير محمود في اللقاء الذي شارك فيه ممثلي السكان ومدراء مديريات قردات ومغولة ودقة ومنصورة وسلعة وقادة الجيش في المنطقة، أوضح تنفيذ برامج تنموية وأمنية كبيرة في السنوات الماضية عبر تضافر جهود الشعب والجيش، داعيا جميع الجهات الحكومية والجبهة للدفع بها. وحث برفع الوعي المجتمعي وخاصة لدى الشباب إلى جانب أنشطة توسيع الخدمات الاجتماعية، مؤكدا بأن المدراء وقادة الجيش لهم دور رائد في تنفيذ ذلك. وأشاد سعادته بالمشاركة الشعبية الكبيرة في جميع المناطق عام 2022. بدورهم أكد المشاركون على العمل بقوة لإنجاح برامج التصدي ورفع مشاركة الشباب في كل المجالات، منادين بإجراء دراسات معمقة قبل وضع البرامج. قال رئيس جمعية الصم السيد ولد ميكائيل سئيلي أن الجمعية تعمل لرفع قدرات أعضائها. وأوضح في مقابلة مع رنا أن هدف الجمعية هو تعريف المجتمع بأوضاع الصم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حياتهم وبذل الجهد لخلق فرص العمل. وذكر تقديم التدريب لأكثر من 1000 من الصم في الخياطة والتطريز وتربية النحل والدجاج وحصولهم على قروض دون فوائد بعد التخرج لمزاولة العمل. وأشار إلى فتح مدرستين في قندع وأقردات للصم لتوسيع الخدمات التعليمية التي كانت مقتصرة على أسمرة وكرن. وأوضح إكمال الاستعدادات لفتح مركز ترفيهي للصم في مقر الجمعية المركزي وتجهيز الأدوات اللازمة لتقديم التدريب في مجالات تصفيف الشعر والمكياج. وقد تأسست جمعية الصم عام 1998 وأصبحت عضوا في المنظمة العالمية للصم عام 2001. عقد قنصل إريتريا في جدة السيد عبد الرحمن العثمان ومسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد محمد سعيد سمينارات للإريتريين في جنوب المملكة العربية السعودية من 3 وحتى 10 من فبراير الجاري حول الأوضاع في البلاد والخدمات القنصلية. وعقدت السمينارات في مدن خميس مشيط وجيزان وتنومة وأنيماس بهدف تقوية التنظيم ورفع الوعي للمساهمة في البرامج الوطنية. وأشاد المواطنون بالخدمات المقدمة مؤكدين الاستعداد للدفع ببرامج التصدي الوطني. وقدم أعضاء الجالية الإريترية في أنيماس والتنومة مبلغ 13,000 ريال لبرامج التصدي.
حقق الدراج الإريتري هينوك ملوء برهان عضو منتخب إريتريا للدراجات بطولة أفريقيا للدراجات 19 والتي نظمت في مدينة أكرا القانية. وحاز منتخبنا للدراجات على الميدالية الذهبية عبر الدراج هينوك في السباق الذي جرى اليوم في مسافة 120 كيلومتر بمشاركة 77 دراج من 23 منتخبا وناديا. وقد تم تحقيق هذا الإنجاز بالعمل المنسق الذي قام به أعضاء المنتخب السبعة بقيادة الكابتن ميرون تشمي، والذي حاز على إعجاب المشاهدين والمحللين الرياضيين. حقق المنتخب الإريتري المركز الثاني على مستوى الزمن في سباق اليوم، وفرديا على مستوى الزمن للكبار عبر الدراج هينوك ملو برهان الذي حل ثالثا وتحت سن 23 على مستوى الزمن عبر الدراج خليل الرفايني الذي حل ثانيا. وكان الدراج هينوك ملو برهان قد فاز بالميدالية الذهبية في السباق المماثل الذي نظم العام الماضي في مدينة شرم الشيخ المصرية. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. بلغت حاصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا أكثر من 33 ألف قتيل، فيما تضاءلت آمال العثور على ناجين بعد مرور أسبوع على الكارثة التي اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ في المنطقة منذ 100 عام. وفيما دخلت قافلة أممية جديدة إلى شمال غرب سوريا محملة بمساعدات يحتاج إليها بشدة الضحايا السوريون، حذر الوكيل الأممي للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيس من أن الحصيلة قد تتضاعف أو أكثر. وبحسب آخر التقارير الرسمية أسفل الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات عن 29605 قتلى على الأقل في جنوب تركيا وعن 4300 شخص في سوريا. وقد وصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينياس إلى تركيا للتعبير عن دعم أثينا لجارتها إثر الزلزال، وهي الزيارة الأولى لوزير الأوروبي إلى البلاد منذ الكارثة التي وقعت الاثنين الماضي. شن الطيران الحربي الإسرائيلي قارات جوية عدة استهدفت موقعا لحركة حماس في غزة على ما ذكر الجيش الإسرائيلي ومصادر أمنية فلسطينية. وفي نابلس في شمال الضفة الغربية أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام نفذها الجيش في المدينة. وقال الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أقارت على موقع لإنتاج المواد الخام الصاروخية تحت الأرض تابع لحماس في وسط قطاع غزة، بينما أكدت المصادر الأمنية أن القارات أسفرت عن أضرار جسيمة في الموقع ومحيطه من دون إصابات. وذكر الجيش الإسرائيلي أن القارات جاءت ردا على صاروخ أطلق من غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية واعترضته منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ محملا حماس المسؤولية. بعد أن قبلت طلبات البنتاغون لإجراء حوار بالرفض لأيام عدة، تمكنت واشنطن من التواصل مع بكين بشأن المنضاد الصيني الذي حلق فوق أراضٍ أمريكية، واشتبهت الولايات المتحدة في أنه لأغراض التجسس وأسقطته وفق ما أعلنت مسؤولة دفاعية أمريكية. وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن طلب التحدث مع نظيره الصيني بعيد إسقاط مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية المنطاد الصيني قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، لكن أوستن لم يتلقى أي رد، على الرغم من أن الحادثة دفعت وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إلقاء رحلة إلى بكين مقررة منذ فترة طويلة. وقالت الصين الخميس أنها رفضت الاتصال مع وزير الدفاع الأمريكي بسبب قرار واشنطن غير المسؤول بإسقاط المنطاد. هذا وكشفت الصين أن عدد البالونات الأمريكية التي حلقت فوق الصين دون إذن من بكين خلال العام الماضي بلغت 10 بالونات. وقالت وزارة الخارجية الصينية أنه منذ العام الماضي حلقت بالونات عالية الارتفاع في الولايات المتحدة فوق الفضاء الجوي الصيني دون إذن من الصين 11 مرة.
انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في نيوزيلندا، وتوقفت الرحلات الجوية بسبب عاصفة استوائية اجتاحت شمال البلاد. وعلى الرغم من تراجع حدة العاصفة إلا أنها اقتلعت الأشجار وألحقت أضرارا بالطرق وتسببت في قطع خطوط الكهرباء. وأعلنت حالة الطوارئ في 5 مناطق شمالي الأرخبيل بما فيها أوكلاند. وانقطعت الكهرباء عن نحو 58 ألف شخص. وحذر المسؤولون من أن استعادة الشبكة قد تستغرق أياما عدة. وتسبب الطقس أيضا في تعطيل شبكة النقل في نيوزيلندا، حيث تأثرت بشدة الرحلات الجوية والقطارات والحافلات. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. مفوض الثقافة والرياضة يتفقد عمليات التنقيب عن الآثار في عدويس. حاكم إقليم غاشبوركا يعقد لقاء بالمواطنين. جهود لتحسين حياة الصم. أكثر من 33 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا، والحصيلة قد تتضاعف. غارات جوية إسرائيلية تستهدف موقعا لحماس في غزة. وبكين تقبل بالتباحث مع واشنطن بشأن المنطاد الصيني. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم وما كنتم.